سلام، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتي كوكي سوكا. اليوم غادي ندير معاكم لي دونات في الفران، كيجيو خفاف وهشاش وبمكونات بسيطه وبدون قلي. تابعوا معايا الفيديو حتى النهايه باش تشوفوا النتيجه وغادي ننتقلوا الطريقه والمقادير. كنحتاج في المكونات نص كاس ديال سنيده، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الخميره معجونه وساشي ديال الفاني ونص كيلو ديال الفورص. غادي نزيد نص كاس ديال الزيت روميه وغادي نزيد بيضه تكون في حراره المطبخ ما تكونش بارده، وغادي نجمع العجين بالحليب دافي. اول حاجه غادي نحاول نذوب داك الخميره اللي درت من الجنب. يمكن لكم تذوبوها في كاس بوحده عاد تزيدوها على العجين صافي. وغادي نبدا نجمع العجين على هذا الشكل. العجين خصو يكون رطب ما يكونش قاصح، يكون رطب وكندلكو مزيان عاد كنخليه يرتاح. غادي نغطيه وغادي نخليه يرتاح لمده نص ساعه، عاد من بعد غادي نرجعلو. باش غادي نقطعو الطريفات هكاك نديروهم كويرات على حساب الدونات اللي بغيتو. الا بغيتو ديروهم كبار كديروهم على قد هاد الشكل اللي كندير انا، ولا بغيتو ديروهم صغار كتصغروا العجين. من بعد فاش قديت داك طرفه العجينه حاولت نديروهم كلهم بقياس واحد. غادي نكورهم هكا على شكل كويرات هكا صغار، وغادي نستفهم شي لاطه باش من بعد غادي نخليهم يرتاحوا ويخمروا المره الثانيه. من بعد فاش كورتهم كاملين غادي نغطيهم كما قلت لكم وغادي نخليهم يخمروا هكاك مده ربع ساعه اولا نص ساعه اللي كان. دابا راه الحال سخون دغيا دغيا كيطلعوا. من بعد فاش كيخمروا وكيرتاحوا غادي نبدا نكرسهم على هذا الشكل. غادي نبداو بالكره الاولى اللي درت هي الاولى، وكنبقاو ماشيين بالترتيب من الاول حتى للتالي. يمكن لكم تستعملوا يديكم بحال هكا تكرسوا بيديكم هكا، ويمكن لكم تستعملوا حتى الدلاك دغيا دغيا كيطلق العجينه وفي نفس الوقت ما كتاخذوش الوقت بزاف. صافي غادي نبقى مستمره على هذا الشكل حتى غادي نسالي العجينه اللي عندي كامله. من بعد فاش كرشت داك العجينه كامله غادي نتقبهم على هذا الشكل من الوسط هكا، تكون تقبه شويه كبيره باش ملي كيخمروا ما تسدش داك التقبه تبقى باينه. صافي غادي نغطيهم وغادي نخليهم يخمروا مزيان، عاد غادي ندخلهم للفران كيطيبوا على هذا الشكل بحال هكا كيطيبوا من التحت، وكنولي عاوتاني نهبطهم تكون العافيه عاوتاني من الفوق منهم، وكنخليهم حتى كيتحمروا عاد كنخرجهم. من بعد كندوب الشكلاط وكنبقى ندهنهم هكا بالشكلاط، كنبقى نغمسهم في الشكلاط ابيض هكا على هذا الشكل، وكنولي عاوتاني ندوب الشكلاط كحل وكندير له هكا خطوط. يمكن لكم ديروا بوش اولا شي قرعه هكا تكون ديال بحال ديال لاصوص اولا د الكراميل، وديروا فيها الشكلاط وديروا هاد الخطوط هكا من الفوق. واللي ما عندوش اولا هذا يمكن له يستعملوه بحال هكا معلقه. هي فاش تكونوا كذوبوا الشكلاط كحل باش تزوقوا ديروا فيه شي شويه ديال الزيت روميه، شي قطيره زيت روميه باش كيزيد يجرى شي شويه ودغيا دغيا كيعاونكم
هكا بالمعلقه دغيا يهبط على الدونات وكيدير داك الخطوط. صافي انا اختاريت نزين على هذا الشكل بحال هكا، نتوما لكم الاختيار، كل واحد كيبغى يزينها. كنتمنى الوصفه ديال هذا النهار تعجبكم، وكنتمنى تخلوا لي اراء ديالكم في التعاليق كي جاتكم الوصفه، وما تنساونيش من لي جيم وتبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع الناس اللي كتعرفوا. وشكرا لكل واحد كيتفرج في الفيديوهات ديالي وكيخلي لي تعاليق زوينه. الى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله. سلامه.